من كام سنة انتشر خبر ان عربيات تسلا تقدر تشخص نفسها بنفسها وتطلب قطع غيار العربية كمان من نفسها لو لقيت انها محتاجاها من غير ما انت تعرف وبدون تدخل نهائي منك. حتى اللي معلق اهو بيقول تخيل تعمل تشيك على الاكونت بنك بتاعك تلاقيه مسحوب منه 8 قطع الغيار وانت قاعد كده لا بيك ولا عليك. طبعا احنا مش محتاجين نقول ان اللي معاهم تسلا ما شاء الله مش محتاجين يلاقوا اصلا على الاكونت بنك بتاعهم زي حالتك. المهم في سؤال هنا، العربية بتعمل كده ازاي؟ العربية عرفت منين انها محتاجة قطع غيار؟ او عرفت منين انها فيها اعطال وطلبت لي من نفسها الصيانة مثلا؟ وعرفت اصلا تطلب الصيانة ازاي؟ ومين ابن اللذينه اللي ورا تصميم حاجة بالذكاء ده؟ اجابة السؤال ده هتدخلنا المجال مهمة جدا جدا في الوقت الحالي، والتكنولوجيا الخاصة بالمجال ده تعتبر هي المستقبل وهيبقى لا غنى عنها باذن الله، لان التكنولوجيا دي بتعتمد عليها شركات ومصانع وحتى مدن بالكامل دلوقتي، ولسه في اعتماد عليها اكتر قدام باذن الله لان الموضوع بيتطور. فجاهزين؟ ميعادنا النهارده مع مجال الاي او تي اللي اختصارا ليه انترنت اوف ثينجز او بالعربي انترنت الاشياء. في الحلقه دي باذن الله هنعرف مع بعض يعني ايه اي او تي وبيستخدم في ايه وازاي بيقدر من نفسه ينفذ اوامر بدون تدخل بشري زي المثال اللي قلناه في الاول. وبما انه مجال مهم جدا جدا حاليا والطلب عليه متزايد فهقول لك برده ازاي تقدر تبقى مهندس اي او تي وتتعلم ايه بالظبط عشان تطور نفسك في المجال ده وتشتغل بيه باذن الله. فانا ده حسن اول مره تشوفني وما تنساش تشترك في القناه وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. يلا بينا. قبل ما نعرف ازاي الاي او تي ليه علاقه بالعربيات الذكيه والمدن الذكيه بتقدر تنفذ المهام بتاعتها من نفسها بدون تدخل بشري، لازم نعرف يعني ايه اي او تي او انترنت الاشياء. بصوا يا جماعه ببساطه شديده اي جهاز في الدنيا سواء جهاز منزلي زي ثلاجه او غساله، السمارت ووتش اللي انت بتلبسها في ايدك، عربيتك، اي جهاز بمجرد ما دخلت فيه انترنت فهو اصبح كده داخل مسمى انترنت الاشياء. طب دخلنا لها انترنت ليه؟ علشان ببساطه شديده الاجهزه دي مش هتعرف تتواصل مع بعضها ولا مع العالم الخارجي ولا هنعرف نتحكم فيها من على بعد من غير الانترنت. وخلوا بالكم من حاجه، لما بنقول انترنت فالمقصود هنا مش شرط يكون الانترنت المنزلي او الواي فاي، لا احنا بنتكلم عن الشبكات عموما بمختلف انواعها، زي شبكات ال 5G مثلا ممكن تبقى وسيله اتصال بين الاجهزه وبعضها زي اللي موجوده حاليا في المدن الذكيه. طيب برضو ازاي عربيه تسلا قدرت باستخدام تكنولوجيا الاي او تي تشخص نفسها بنفسها وتطلب قطع الغيار؟ هقولك اي جهاز بيستخدم تقنيه الاي او تي بيعمل خطوات معينه عشان يقدر ينفذ المهام من نفسه، او لو مش هينفذها بنفسه فهو على الاقل هيديك شويه بيانات تقدر انت بيها تاخد اكشن معين من على بعد باستخدام موبايلك مثلا. تعالوا ناخد عربيه تسلا كمثال عشان نشوف ايه الخطوات اللي عملتها بالظبط. اول خطوه عملتها هي تجميع الداتا. العربيه يا جماعه مليانه اجهزه استشعار او سنسورز، زي مثلا اجهزه استشعار الحراره اللي موجوده جوه محرك العربيه. اجهزه الاستشعار دي بتدي قراءات دايما لدرجه الحراره، القراءات دي بقى هي الداتا. طيب دلوقتي جمعت الداتا وبعدين هتبدا تخزن الداتا دي على كلاود سيرفر ويحصل الداتا دي بروسيسنج. العربيه بتبدا تحلل الداتا دي، تعمل تحليل للداتا المهمه وتهمل الداتا اللي مش مهمه وتقارنها ببعض. هنا بقى النقطه المهمه اللي بنتكلم عليها، نقل وتخزين الداتا على كلاود سيرفر عمره ما كان هيتم من غير شبكه. طيب ليه العربيه اكتشفت ان في مشكله؟ علشان نتائج تحليل الداتا دي قالت ان القراءات اللي خرجها السنسور ده مش طبيعيه ومش هي القراءات المطلوبه اللي تخلي العربيه دي تشتغل كويس. لا وخد التقيله بقى، العربيه كمان عرفت ايه الجزء اللي فيه المشكله بناء على الداتا اللي تم تحليلها. يعني مثلا لو قراءات درجات الحراره غريبه دي ليها كذا سبب، ممكن يكون عيب في نظام التبريد، ممكن عيب في المحرك، ممكن عيب في السنسور نفسه. انهي حاجه فيهم؟ الداتا بقى وتحليلها ومقارنتها ببعض قالت مين فيهم اللي فيه مشكله بالظبط. بالتالي هيحصل ايه؟ العربيه تاخد اكشن. العربيه تواصلت عن طريق الانترنت بمركز الصيانه وطلبت قطع الغيار اللي لقت فيها المشكله. او لو عربيتك يعني حنينه عليك ومش عايزه تدبسك فهتبعت لك مسج على الابلكيشن الخاص بيها على الموبايل بتقول لك فيها انها محتاجه قطع غيار. في المره الاولى خدت اكشن من نفسها وعن طريق النت تواصلت مع مركز الصيانه، وفي المره الثانيه استخدمت النت في انها تكلمك على الموبايل بتاعك وتقول لك يا عم الحقني. وبما اننا بنتكلم عن العربيات فطبعا كلكم عارفين ان في عربيات دلوقتي فيها ميزه القياده الذاتيه او السيلف درايفنج، والقياده الذاتيه دي عشان تتم لازم العربيه تحلل الطريق كويس وحركه المرور والعربيات اللي جنبها وخريطه المكان والواجهه علشان تقدر توصل الواجهه بتاعتك سليم باذن الله. وده كله مش هيتم من غير تكنولوجيا الاي او تي زي ما شرحنا. فكره تجميع البيانات وتخزينها وتحليلها وبناء عليه يحصل اكشن معين. تكنولوجيا انترنت الاشياء مش بس بتستخدم في العربيات ولكن كمان في المدن الذكيه والمصانع والمزارع والشركات. هنضرب بس مثال المدن الذكيه عشان الوقت. في المدن الذكيه مثلا بيتم تجميع الداتا من اجهزه الاستشعار وكاميرات المراقبه من الشوارع عشان يشوف مثلا لو الشارع ده حاليا فيه حركه مريبه، ولو حس ان متوقع تحصل فيه جريمه معينه او فيه لا قدر الله سرقه مثلا يطلب الشرطه فورا من نفسه تتوجه للمكان ده. او لو مفيش حركه خالص في شارع معين في وقت معين بالليل يطفي النور في الشارع ده في الوقت ده بحيث يوفر في استهلاك الكهرباء. الامثله كتير جدا لاستخدامات تكنولوجيا الاي او تي، واكيد انتوا فهمتوا من المثالين دول ان العالم حاليا بيتوجه ناحيه انترنت الاشياء، ان جميع الاجهزه في مكان واحد او حتى في مدينه كامله تتواصل مع بعضها. بالتالي الطلب على المجال ده بيزيد. فازاي بقى
تقدر تشتغل في المجال ده وتبقى مهندس اي او تي. قبل اي حاجه المجال نفسه تحتيه مسميات وظيفيه كتير، وانت بتتخصص في حاجه واحده منهم ولكن لازم يكون عندك علم بقيه الحاجات عشان تقدر تتعاون مع التيم بالكامل في تصميم سيستم يعتمد على تكنولوجيا الاي او تي. اول حاجه هتتعلمها عشان تدخل المجال ده هي البرمجه، ولغه البايثون هنا مهمه جدا جدا في المجال ده عشان دي اللغه اللي بتعتمد عليها تجميع وتحليل البيانات. وطالما ذكرنا تحليل البيانات يبقى طبعا في ذكاء اصطناعي في الموضوع، والاي او تي طبعا بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي، بالتالي البايثون هنا هي اللغه المناسبه للمجال ده معاها جافا سكريبت. وما تنساش تعدي على السي والسي بلس بلس لان الاي او تي في جزء كبير جدا امبيدد. تقدر تروح تشوف حلقه الامبيدد من فوق على اليمين او هسيبها لك تحت باذن الله في صندوق الوصف، هتعرف منها ايه هو الامبيدد وهتفهم ليه الاي او تي في امبيدد. بس سريعا احنا موصلين اجهزه الاستشعار بالكمبيوتر، والكمبيوتر ده هو اللي بتتبعت له القراءات بتاعه اجهزه الاستشعار. الاشارات اللي بيبعتها السنسور او جهاز الاستشعار بتكون انالوج، واحنا لازم نحولها لديجيتال عن طريق الكمبيوتر. العمليه دي اصلا معتمده على الامبيدد انجينيرنج، بالتالي لغه السي هنا والسي بلس بلس مهمه. المهم خلصنا من موضوع لغه البرمجه، ننتقل بقى لخطوه الشبكات، ودي انت لازم تتعلم كويس قوي قوي عن الشبكات. تتعلم ازاي الداتا بتنتقل للكلاود سيرفر، وهتستخدم انهي بروتوكول لنقل الداتا. وبعدين نيجي بقى لخطوه التخزين، لازم تتعلم الكلاود كومبيوتنج وازاي الداتا بتتخزن وبيحصل لها بروسيسنج، وتتعلم تحليل البيانات وذكاء اصطناعي وخوارزميات. وما تقلقش هنتكلم باذن الله عن مهارات تحليل البيانات وعن الكلاود كومبيوتنج وعن الذكاء الاصطناعي في حلقات جايه باذن الله. مهم تتعلم ازاي تخلي الاجهزه تتواصل مع بعضها، اللي هي اخر مرحله في الاي او تي، ازاي كمبيوتر بيخاطب كمبيوتر. وده يرجعنا لاهميه تعلم الشبكات، لان الاجهزه بتتواصل مع بعضها عن طريق الشبكه، بالتالي علم النتوركينج او علم الشبكات مهم جدا جدا هنا. مهم برضو يكون عندك بيزكس كهرباء كويس عشان تكون عارف المعلومات الخاصه باجهزه الاستشعار مثلا، وازاي بتتوصل وازاي بتشتغل وازاي بتطلع قراءات. واخيرا مهم تتعلم عن امن الشبكات. التكنولوجيا دي يا جماعه من ضمن عيوبها هي انها عرضه للاختراق الامني بسبب اعتمادها على الشبكات والانترنت، بالتالي لازم تتعلم ازاي تحمي السيستم بتاعك والشبكه بتاعتك. في كليات طبعا ممكن تدخلها بحيث تؤهلك باذن الله تبقى مهندس اي او تي، زي كليه حاسبات ومعلومات وهندسه قسم ميكاترونكس واتصالات وكهرباء وكمبيوتر، وممكن ميكانيكا باور وتعمق شويه في البرمجه. او لو انت في احدى الكليات او الاقسام دي فدي وظيفه مهمه جدا ومجال حلو جدا ومناسب ليك باذن الله بعد التخرج. ولو انت حابب تشفت كارير للمجال ده فانت محتاج تتعلم عن الحاجات اللي اتكلمنا عليها فوق، وفي طبعا كورسات ممكن تاخدها زي منحه الاي تي اي من وزاره الاتصالات. زي ما قلت لك المجال ده تحتيه مسميات وظيفيه كتير، انت بتتخصص يا اما في شبكات الاي او تي يا اما في كلاود كومبيوتنج يا اما في تحليل البيانات، ولكن انت لازم تبقى عارف وفاهم السيستم كله بيمشي ازاي في التكنولوجيا دي علشان تقدر تتعاون مع التيم اللي معاك في انتاج سيستم معتمد على تكنولوجيا الاي او تي. بعد كل اللي قلته لك ده جه دورك انت تقول لي ايه رايك في التكنولوجيا دي، وهل شفت حواليك قبل كده مثال عملي على تطبيق تكنولوجيا الاي او تي؟ ما تنساش لو عجبتك الحلقه لايك واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد، وما تنساش تشير الحلقه مع صحابك اللي مهتمين يعرفوا اكتر عن المجال ده او مجالات والكليات المختلفه. اشوفك باذن الله في حلقات جديده. السلام عليكم.